ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا مبدئيا معلش، طبعا لو انا بقالي كتير كنتش بعمل فيديوهات، بس طبعا انتوا عارفين ان انا ما بحبش اعمل فيديو الا لو في حاجه المفروض نتكلم عليها او نعمل عليها ريفيو مثلا او اشاركها معاكم. فعموما دلوقتي زي ما انتوا عارفين التايتل وزي ما انتوا عارفين مؤخرا ان مسلسل سفاح الجيزه للاسف يعني خلص، وهنتكلم عليه دلوقتي واقول لكم رايي الشخصي فيه سواء عجبني ولا لا. كل ده هنعرفه دلوقتي في الحلقه، بس قبل ما نعرف وقبل ما نخش وقبل اي حاجه يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج وعلى تيك توك. يلا بينا بقى نعرف ايه هو رايي يا ترى في مسلسل سفاح الجيزه. اوكي تمام. بصوا انا مش جاي اقعد احكي القصه الحقيقيه وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش واقارن القصه الحقيقيه بالمسلسل من الاخر كده، عشان نكون ايه واضحين مع بعض. نبتدي بالايجابيات مبدئيا كده. بشكل عام انا عجبني حاجات كتيره قوي في المسلسل. مبدئيا كده التصوير حلو قوي، مشاهد القتل والحاجات دي كلها معموله كويس جدا. الاخراج بتاع هادي الباجوري معمول حلو قوي. الموسيقى التصويريه حلوه قوي وجميله جدا، كان عاملها اسمه الويل تقريبا. موسيقته حلوه قوي ولذيذه يعني، والاغاني اللي كانت موجوده في المسلسل كانت لايقه قوي مع الاحداث والحاجات دي كلها. عندنا في التمثيل مثلا احمد فهمي عمل دور بجد، هو تقريبا هو احسن حد في المسلسل كله. يعني لما تيجي تتفرج احمد فهمي، راكين سعد، حنان يوسف اللي هي كانت امه، بس هما دول الثلاثه دول يعتبر دول يعني اللي شالوا المسلسل من ناحيه التمثيل. يعني حد يقول لي طب بقيه الممثلات طيب اللي اتقتلوا واللي مش عارف ايه، ماشي كانوا دورهم كان حلو وكل حاجه، بس مش حاجه اللي هو هفضل فاكرها مثلا، لا عادي تمام. داليا شوقي ناس كتير بتقول ان هي تمثيلها في المسلسل مش حلو، بس انا ما عنديش مشكله مع تمثيلها، يعني كان تمثيلها لذيذ اللي هو التمثيل الكويس، يعني لا هو وحش ولا هو حلو. في ناس ممكن تختلف معايا، في ناس ممكن تتفق معايا، بس انا وجهه نظري اللي هو كان كويس يعني، ما كانش فيه اي مشاكل كبيره يعني. ونروح على قبل ما نروح للسلبيات عايز اقول على حاجه مهمه جدا، ان المسلسل انا طبعا بتكلم بحرق، فانت لو ما شفتش فانت وقف بقى وبتفرج على الحلقه دي لما تتفرج على المسلسل. المسلسل كان بادئ في الاول ان هو ملتزم بالقصه الحقيقيه وملتزم بكل حاجه حصلت بجد، وكان بيجيب لك التفاصيل وكل الكلام ده. بداية تقريبا من يعني من بعديها بعد 4 5 6 حلقات مثلا ابتدى المسلسل يقول لك لا انا هبتدي اجود شوية. مبدئيا عدد الضحايا زاد بشكل مش طبيعي في المسلسل، الاحداث ابتدت تتغير. النهاية فكرة ان احمد فهمي يخطف ابن باسم سمرة وبعد كده باسم سمرة، عشان قصة كليشيه شوية الصراحة، عشان نكون صراحة مع بعض، هو دي اول سلبية معانا، قصة كليشيه شوية اللي كانت في الاخر دي. كان ممكن يتعمل بشكل احسن بكتير، كان ممكن نلتزم بالحاجه الحقيقيه وكان الموضوع هيبقى حلو قوي على فكره، وانا ما كنتش هبقى متضايق على فكره. ما ضايقتنيش النهايه، بس انا كان نفسي النهايه تتعمل احسن شويه. دي مش مشكله كبيره على قد ما هي كانت في نسبه للامبروفمنت او التحسن يعني. السلبيه الثانيه باسم سمره مثلا. باسم سمره من يعني دوره في المسلسل ده دور حلو، بس لو جبت اي ممثل شاب مثلا او اي ممثل مثلا نفس سنه ده بس مش مشهور قوي واديته الدور ده، ممكن يبقى ده انطلاقه الممثل ده. لكن باسم سمره لما تشوفوا مسلسل زي يعني خدوا مني المسلسلين دول ترشيح، منعطف خطر اكيد انتوا اتفرجتوا عليه، بس يعني الناس اللي ما اتفرجوش عليه شوفوا باسم سمره كان عامل ازاي في المسلسل ده ومنوره باهلها. المسلسلين دول تمثيله كان رائع، وطبعا هو في كل حاجه بيطلع تمثيله حلو، بس المسلسل ده بالذات احمد فهمي كان احسن منه الصراحه. يعني انا مفيش حاجات ضايقتني قوي غير النهايه وغير ان المسلسل كان ممكن يتقفل بطريقه احسن، بس اوفرول يعني انا عشان بس انا متضايق قوي من الناس اللي طالعه تقول لك ان المسلسل كان بادئ حلو قوي وفي الاخر بقى وحش، واحنا نسينا البدايه. احنا مشكلتنا اللي احنا لما المسلسل يبتدي حلو نبقى تمام ونشهره ومسلسل جميل ومش عارف ايه وعايزين نتفرج ومتشوقين. اول ما المسلسل يخلص لو خلص مش بنفس مستوى التوقعات اللي احنا عايزينها، لا خلاص يا جماعه المسلسل ده وحش قوي ومش حلو ومش عايزين نتفرج عليه وحاجات دي. يا جماعه بطلوا العاده دي بجد. يعني انا عارف ان في مسلسلات بتبقى حلوه في اولها وفي الاخر ممكن تتقفل بطريقه مش احلى حاجه، مفيش مشكله، ده طبيعي على فكره وموجود هنا في مصر وموجود في مسلسلات بره وكل حاجه، بس ما يبقاش احنا نسينا يعني مسلسل 8 حلقات يعني عشان الحلقه الثامنه ما كانتش احلى حاجه
ما ننساش السبع حلقات قد ايه المسلسل كان يعني سسبنس جدا، وقد ايه كان الاكشن معمول حلو، وقد ايه كل الحاجات اللي معموله في المسلسل عجبتني الصراحه. فانا ما اقدرش انسى كل ده لمجرد ان انا الحلقه الاخيره ما عجبتنيش، او القفله ما عجبتنيش، او فكره تمهيد لجزء تاني. واحنا عارفين ان قبل ما المسلسل يخلص المخرج قال ان يا جماعه في جزء تاني للمسلسل. فعموما اوفرول انا المسلسل عجبني جدا، من احلى المسلسلات اللي شفتها السنه دي طبعا. المسلسل حلو، لو كنا بس قفلنا المسلسل بشكل احسن من كده كان الموضوع هيبقى في مستوى افضل وافضل بكتير يعني. وفي الاخر تقييمي لمسلسل سفاح الجيزة، اللي للاسف لو كان كمل على القصة الحقيقية كانت هيبقى افضل بكتير، هو نقول 8 من 10. ده تقييم عادل جدا يعني. المسلسل حلو، انا استمتعت بوقتي جدا. في حاجات ما عجبتنيش، في حاجات كانت ممكن تبقى احلى، بس ده مش معناه ان انا انسى تجربتي بالمسلسل في مشاهدته اللي هو عجبني من الاول للاخر. بس اهم من كده اعرف رايكم واعرف تقييمكم كام من 10 للمسلسل، وايه المسلسلات اللي انتوا عايزيني اتكلم عليها، او الافلام اللي عايزيني نتكلم عليها، نعمل عليها فيديو نتكلم عليها. وان شاء الله هحاول يعني ابقى ما غيبش كتير يعني عن الفيديوهات وكده. وعموما اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.